الناس اللي شتمتني عشان عملت فيديو قاية وسارة رسالة لكل الناس اللي طالعة الفترة دي على الفيسبوك ومش عارف ايه على الترند. بنت طالعة لي اسمها منى مالك او مش عارف ايه، طالعة تشتم وتسب في الدين ومش عارف حاجات كده غريبة وبتصورة بقى الفيديو فين؟ في شقتهم في بيتهم يعني، وجنبها اختها او صاحبتها والتانية ايوه مش وبتطبل لها ومش عارف ايه. يا جدعان اللي عنده ابوه ما يمسكها. انا بقول ما عندكيش اب يعني او ام يمسكك او يربيكي؟ ايه الخرا ده؟ في ايه يا جدعان؟ ايه اللي بيحصل ده؟ هو ايه ده؟ حتى لو اصيع واحد فينا في الرجاله ما عملش كده ايه؟ الله يكون والله في عون اللي هيتجوزها. ايه يا جدعان الزفت ده؟ واليوم بقى اللي عايزه تتشهر فيه جايه بقى تتشهر على حساب كايا وساره، ازبل قصه حب في مصر. سبحان الله، لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. اشكال اعوذ بالله. وطلع لي بقى حطالي بتاع اسمه ايه، وش سناب شات ومش عارف الفلتر، بحيث ايه تلطف الموقف شويه. يا معفنه يا بنت الكلب، مش لو رحت اتربيتي احسن لك؟ يعني طالعه فكرها شطاره البنت، يعني عايزه تخش الترند، هتتنسي يعني، هتركبي الترند يومين ثلاث ايام الناس هتشهر وهتتنسي، ومين اللي هياخد ذنوب؟ انت اللي هتاخدي ذنوب وكل حاجه. والرساله دي عايز اوجهها لكل اب وام بحيث تشرف على اولادها. يعني ايه مثلا بنت زي دي شكل زي ده؟ يعني انتوا فاكرين لما تكبر ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ ممكن يعني واحده زي دي تلاقيها طول اليوم في الشارع مع بتلف مع ده تلف مع ده وتعمل حاجات مش حلوه وتبوظ المجتمع. كده بيبوظ يا جدعان. القيامه جايه واحنا داخلين على ايام سودة، اشكال وسخ. استغفر الله العظيم. يا ريت بقى اللي يشوف الفيديو ده يعمل شير بحيث يوصل للناس كلها، لا اب الام، بحيث ايه تعرف الموقف ده وتشوف الفيديو ده وتقدر تسيطر على بنتها على الاقل، او ما يسيبوش بناتهم او اولادهم يطيروا كده في المجتمع ويبوظوا. شويه بنات بيئه. السلام عليكم. سلام.